له وجهة نظر في قناة الجزيرة على ما أعتقد. تفضل تفضل. نعم نريد نعم تفضل. أنتم ريتوا سخط المواطنين التوانسة على قناة الجزيرة، لأنه هذا عنده أسبابه، لأنه قبل الانتخابات كان حجم كبير من البرامج اللي كانت تتقدم قبل الانتخابات 23 اكتوبر كانت موجهه، وكان الحظ الاوفر كان لحركه النهضه، احببنا ام كرهنا، والشعب التونسي قال اذا كان الجزيره تعتبر روحها اعلام نزيه دونك لازم يتعامل سواسيه مع الاطياف السياسيه. انت تتحدث الان الى قناه الجزيره. نعم أنت في هذه اللحظه تحدث قناه الجزيره. نعم. بخلاف هذا ما ننكروش انه الكلام هذا مش نقولوا تو مش باش يتعدى بتلفزه، لانه قناه الجزيره عندها اجنده سياسيه نتاعها. ما هي اجنده سياسيه؟ اجندتها السياسيه اللي هي موجوده في قطر، والنظام القطري هو المدعم لها، والنظام القطري عنده ارتباطات كبيره هو والولايات المتحده الامريكيه ومن وراها الكيان الصهيوني. وهذاك علاش نقول لكم سامحني عديوها الكلام نقول لكم هذا ونعرفوا هذا شكون. اذا كان ثم جرأه كبيره، اذا كان ثم موضوعيه في طرح المواضيع، قولوا هل في قطر اللي تشجع على الربيع العربي؟ هل في قطر ثم احزاب؟ هل في قطر ثم حريات؟ هل في قطر ثم معارضه؟ هل في قطر ثم جمعيات؟ قطر تولي تحت ظن في اكبر سالك في تونس، اكبر سالك في تونس، اكبر مجرم تونسي اللي هو سخر الماطري، واحتفر بليله راس السنه الميلاديه احتفل بها بقطر على اعين النظام القطري، وحتى حد ما حاس. وصلت وجهه. لا خلينا نكمل. وصلت. دعنا نسمع اخرين. نعم.